صباح الورد يا رجالة. أنا لما أشتغل في تأسيس أي صندوق دفن كان الكلام ده كده ما يعجبنيش. الكلام ده ما يعجبش سامي. ليه بقى؟ أولا أنا بتعامل مع الدفن ده من 40 سنة، فكل لما أتعامل مع صندوق يتفتح عليا فتح يتفتح عليا فتح. لما وصلت لمرحلة إن أنا مش عاجبني الكلام ده، فبعمل إيه؟ يبقى لسه الصندوق جديد بحديده جديد او بصفيحه، بمعنى اصح بصفيحه مش حديده. مفروض عندي هنا في الجسم من ورا يتلحم لي صاموله، مش ملحوم لي صاموله. طيب هتعدل على الخواجه يا حاج سامي؟ اعدل عليه طبعا، اعدل عليه. مصر يا باشا وافتخر. اركب دي من جوه لما تملى السن، بس تملى السن فقط لا غير، عشان ما اكلش الجويت على الفاضي. مليت السن من ورا الناحيه التانيه، تمام. بتجيب لي ورده، تمام، ورده اهي، ورده معاها من الناحيه التانيه تقابلها، ورده تقابلها، واربط صامولتين بورد يقابلوا بعض. كده انا ما اكلتش من الجويت، كده انا ما اكلتش ايه من مسافه الجويت. يبقى الجويت على الوش جوه بصاموله، الناحيه التانيه بورده، مقابله الناحيه دي صاموله بورده. يبقى انا قفشت فين؟ قفشت الجسم عندي، خلاص انتهى الموضوع. قفشت الجسم خلاص. هتلاقي ده زي الصلب، هتيجي تحركه ما يتحركش معاك، يبقى ناشف خلاص، مات معاك في الحيطه، مات. تيجي بعد كده تربط الجويد بالصاموله. لو في اي خشانه هنا كده هتلاقي وانت بتربط في الزنقه بتاعت القعده، هتلاقي الجويد ربط معاك الجويد. والصاموله ممكن تربط معاك نص شبطه متعلقه على ثلاث سنون. طبعا كلام مش مظبوط، عشان الجويد حر. لا، ممنوع الجويد يكون حر، ما ينفعش الجويد يكون حر. تمام. انا بعمل ايه بقى؟ انا عايز اعالج المشكله دي عشان السباك اللي ركب. انا بقول للجماعه طوروا من نفسكم ليه؟ احنا جايين الجيل القديم جاي يعلم الجيل الجديد ايه هو الشغل يتعمل ازاي. يقول لك انتوا مش عارف انتوا جيل ايه. لا يا حبيبي، ده احنا نعلمك ونعلم الخواجه اللي بعت لك الشغل. انا كده شبطت الحاجه وخلاص كده. خلاص. اعمل ايه بقى؟ بعد ما اركب الجويد بتاعي واظبطه، قلنا بالصامولتين وردتين الناحيه دي كده، وانا باسس اعمل ايه؟ اجي مزيت الكلام ده والف تفلون، ما اعتمدش على الجراب، تمام، عشان ما يهربش مني مونه كده. عشان الجراب بتاعي هياخد مونه، ده السن هياخد مونه، خلي بالك اهو. ما تقولش مونه فين يا عم، مش واخد مونه ولا حاجه، لا واخد مونه. ركز معايا كده، هتبقى واخد مونه. هو بس مش جايب معايا كويس. شايف؟ في مونه في السن. انتوا عارفين طبعا اكيد حكايه السمونه. فانا عشان اتفادى الموضوع ده، انا عندي كده خلاص بقيت امر واقع، ما يقدرش يكسر، ما ينفعش يكسر، امر واقع خلاص. اعمل ايه بقى؟ اعمل المنظر ده عندي هنا. اشبط السن بتاعي الاول، شبطت السن بتاعي تمام، واطمن انه ايه السن بتاعي شبط وعدى الصفيح اللي جوه، عدى ايه الجسم الصفيح اللي جوه مش الحديد، الصفيح. واجيب مفتاح 18، مفتاح ايه 18، واقرط كده على الجسم. شايف؟ علاج بقى، انت عايز تعالج، اقرط عليه على الجسم. واحد يقول لي كده صد في القعده. يا حبيبي تصد في القعده ايه؟ القعده غطسه اهي. فين فتحه القعده وفين جسم القعده؟ فين فتحه القعده وفين جسم القعده؟ اهي. مسافه قد ايه؟ بص مسافه قد ايه؟ يعني تكاد تكون 7 سم، 7 سم من الجسم. اوعى تبقى مع سامي بالذات. سامي مذاكر مش راجل عبيط. يبقى انت كده خلاص. ايه بص مسمارك عامل ازاي؟ صلب. الكلام ده مش في غير مدرسه سامي جد الله. الكلام ده مش في غير مدرسه سامي بس. ماشي معايا اهو. ربطت كده خلاص، خلص الموضوع. اصبح الجويت هو والحيطه حته واحده. هتنضف جويتك كويس 100 100، تمام تمام، وتدي زيت، تمام، وتربط صامولتك كده. بقى انت احييت الجويت. ايه راي حضراتكم في الكلام ده؟ عايز تعليق البشوات؟ مش هبقى كده؟ انت رايك انت كده احسن؟ انا حتى باخد راي جروهي. يا خواجه فريدش جروهي، ينفعك الكلام ده؟ ترضى الكلام ده ولا ترضى كلام تعديلي المصري بالكلام ده؟ انت قول لي، معازم معلمين يقولوا لي كده احسن ولا راكب القعده على كده احسن، واعمل لها من جوه صواميل من جوه بره؟ حد يقول لي. بص كل نقطه هتكلم معاك فيها عشان تذاكر معايا وتبقى افضل سباك في العالم كله.
نهارك ابيض. طبعا بنحلق من الكلام ده، بيتحلق من الكلام ده كله، بس ده موضوع تاني مش هنتكلم فيه، اتكلمنا فيه قبل كده، ده موضوع تاني. بس النهارده موضوع الجويد بتاع السيفون الدفء مهم جدا يا جماعه، اتعلموه. نهارك ابيض. دعواتكم، سلام.